مؤامرة جديدة لزعزعة الاستقرار بتورط سياسيين وصحفيين ورجال أعمال. وزير الأهرام يكشف الحلقة الأخيرة من اتفاق الشاطر والسفيرة الأمريكية لتقسيم مصر. خلي بال حضراتكم، الشاطر والسفيرة الأمريكية. لما صحيفة زي الأهرام تطلع تقول إنه في اتفاق ما بين الشاطر والسفيرة الأمريكية، السفيرة الأمريكية، يبقى إذن والموضوع ده يعمل إيه؟ لتقسيم مصر. طب والست قاعدة ليه هنا؟ طيب خلونا مع الخبر. القبض على 37 إرهابيا بعد إجهاض مخطط عزل الصعيد وإعلان الاستقلال. الخطة تضمنت الاستيلاء على مبنى محافظة المنيا ومديرية الأمن وتشكيل حكومة. الاعتراف الأمريكي كان معدا والأجهزة الأمنية كشفت المخطط البديل. دي العناوين بتاعت الموضوع. قلنا نقرا جوه كده نشوف الأستاذ عبد الناصر سلامة كاتب إيه. قال الأستاذ عبد الناصر إنه بعد إحباط مخطط عزل الصعيد وإعلان استقلاله، وهكذا صحيفة الأهرام غدا، بعد إحباط مخطط عزل الصعيد وإعلان استقلالي مساء أمس الأول، يعني كان في مخطط لعزل الصعيد وإعلان استقلاله أول امبارح يعني امبارح بالليل كان في مخطط حسب الأهرام لإعلان استقلال محافظات الصعيد. كشفت مصادر أمنية للأهرام عن أن مخططا بديلا كان جاهزا تم رصده هو الآخر استهدف ضرب الاستقرار في الشارع المصري بمشاركة مين بقى؟ سياسيين وصحفيين ورجال أعمال سيتم الكشف عنهم وتقديمهم إلى العدالة خلال أيام. أكدت المصادر للأستاذ عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام أن المخطط الجديد كان ينطلق من إحداث بلبلة في أوساط الرأي العام حول القضايا التي تتضمنتها خريطة المستقبل، وقد تبناه ما أطلق عليه المصدر بين قوسين كده الطابور الخامس. احنا هنشتغل في حكاية الخامس دي، يعني ايه؟ هو لفظ كده أطلق أو تم إطلاقه، ولو جيت سألت أي واحد ماشي في الشارع تفهم ايه عن الطابور الخامس هيقول لك ما اعرفش. لفظ اتقال وناس عم بتخبط في بعضها. الطابور الخامس ايه يا عم؟ الطابور الخامس ده ما اعرفش. الطابور الخامس ده بقى بيعمل ايه حسب الاستاذ عبد الناصر سلامه؟ يتغلغل في الاوساط السياسيه والاعلاميه وعدد من رجال الاعمال اضافه الى بعض الاحزاب الليبراليه. قال الاستاذ عبد الناصر سلامه حسب المصدر ان المخططين معا كان ضمن اتفاق رعته السفيره الامريكيه في القاهره. لما صحيفه تاني من ناحية الصحفية أو من ناحية التاريخ المهني أو من ناحية التأثير أو من ناحية التوثيق المصدر، فما نيجي نتكلم بنقول إن الأهرام في الحاجات اللي زي دي دايما بتاخد المرتبة الأولى. كنا أي حاجة كانت رئاسة الجمهورية عايزة تمشيها بتوديها الأهرام، أي حاجة كانت عايزة الأجهزة الأمنية تعملها توديها الأهرام. فما خبر زي ده يجي تاني الأهرام معناه كبير. هل هذا الكلام صحيح ولا هيطلع واحد ينفي واحد يأكد؟ زي الموضوع اللي قاله الأستاذ عبد الناصر سلامة قبل كده في 6 رمضان ولا 7 رمضان لما قال إنه تم إحالة أو الدكتور محمد مرسي الرئيس السابق خد 15 يوم وإن عنده قضية تخابر ولا آخره كده، وكتب ده في الصفحة الأولى. في نفس اليوم النيابة العامة كدبت، في نفس اليوم أجهزة معنية كدبت، بعدها ب4 أيام الأجهزة المعنية أكدت اللي قاله عبد الناصر سلامة. طب دلوقتي عبد الناصر سلامة جايب حاجة تانية. السفيرة الأمريكية، هل السفيرة الأمريكية بترعى حاليا؟ ما هو بعد القبض على الشاطر يبقى السفيرة الأمريكية اللي شغالة. هل السفيرة الأمريكية ما زالت ترعى مخططا لتقسيم مصر؟ لما اتقبض على خيرة الشاطر السفيرة الأمريكية بتلعب مع مين؟ ما إذا كان الموضوع كان هيحصل أول امبارح. تقسيم مصر حسب الأهرام كان يحصل أول امبارح. ما هو أفيدونا أفادكم الله، ما تبوناش كده. يعني لا بيسموه إيه؟ لا شفافية في المصادر موجود،
ولا مصدر معين قال الاستاذ عبد الناصر، يبقى نثق في الاستاذ عبد الناصر ونثق في الاهرام. طيب نقول لحد بالاجهزه الامنيه ما تطلعوا بيان حتى على نقلا عن مصدر امني انه الكلام ده صحيح. انا بتهم سفيره لاكبر دوله في العالم موجوده عندنا وبتسعى لتقسيم البلد وتخريب البلد وتدمير البلد، وانا قاعد عامل كده مستنيها ما تتسحب. بالذمه لو السفير المصري في واشنطن عمل بس يعني كح كده قال للبيت الابيض انت وحش، عمل له كده بس، هيسيبوه؟ ابدا. هناك ديمقراطيه وكل حاجه، لكن في حاجه اسمها امن قومي. سايبينها ليه قاعده لما هي بتعمل كده؟ نكمل الخبر. احنا ليه من اردوغان ولا باترسون ولا ايه بالظبط؟ هنلاقيها منين؟ يا عم انتوا كلتوا التورته ولا ما كلتوهاش؟ ولا اذا كنتوا كلتوا التورته هاتوها تاني. يبدو باترسون رخره لها حصه في التورته باين ولا ايه؟ يا ريت كنا هنعرف قرينا الخبر قبل باترسون قبل ما ندي لكم التورته. ده يبدو ان التورته كلها عند باترسون، يبدو كده. واخده مصر كلها عندها باترسون. وبعدين وقال ان المخططين، ده المصدر قال للاستاذ عبد الناصر سلامه، ان المخططين كان ضمن اتفاق رعته السفيره الامريكيه بالقاهره ام باترسون مع القياد الاخواني خيرت الشاطر قبيل القبض عليه. وتضمن الاتفاق ايه بقى اللي بترعاه السفيره الامريكيه حسب الاهرام بكره؟ تضمن دخول 300 مسلح من غزة إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق لنشر الفوضى في القاهرة واقتحام عدد من السجون، إلا أن القوات المسلحة ألقت خلال الأيام الماضية القبض على عدد كبير منهم، وبلغ عدد من تم القبض عليهم إضافة إلى المصابين نحو 270 شخص. على انما احنا بنهرج، واقسم بالله بنهرج، مشيرا ده انا اللي بقول، مش عبد الناصر سلامه، مشيرا الى ان عمليه هدم الانفاق ساهمت كثيرا في اجهاض هذه المؤامره. علم الاهرام في عدد الغد أن القوات المسلحة ألقت القبض على 37 إرهابيا في محافظة المنيا، وصدرت كميات كبيرة من الأسلحة في الصحراء الغربية كانت في طريقها إلى الإرهابيين هناك الذين خططوا للاستيلاء على مبنى المحافظة محافظة المنيا ومديرية أمن المنيا وتشكيل حكومة من المنيا، حيث يا نهار أبيض يا نهار أبيض. هي ناقصه المنيا؟ ناقصه متاحف عماله تتسرق وبتاع. والله يقول لي ابراهيم، وده كلام اتسكت عنه ابراهيم، ده كلام ابراهيم اتسكت عنه، لازم ابراهيم يرد الناس. ابراهيم زميلنا في الكنترول روم زعلان قوي بيقول الكلام، مع نفسه تسدد عن التورته. ابراهيم الناس كانت هتستولى على مبنى محافظه المنيا ومديريه الامن في المنيا وتشكيل حكومة من المنيا. قام 300 واحد هيخشوا من غزة لنشر الفوضى في الحتة دي. 300 واحد دول داخلين ليه؟ وهيوصلوا سلاح للناس اللي في المنيا، الإرهابيين اللي في المنيا، مش اللي هم من محافظة المنيا، لا، اللي هيخططوا أو اللي هينفذوا المخطط ده في المنيا. حيث كان اعتراف بالموقف الجديد معد سلفا من الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى دول أوروبية أخرى. وقامت القوات المسلحة بعملية تأمين واسعة للصحراء هناك من خلال القوات الجوية وحرس الحدود، إضافة إلى عمليات تأمين واسعة في الوقت نفسه على امتداد قناة السويس، بعد أن وردت معلومات تفيد استهداف قناة السويس من خلال زوارق صغيرة ملغمة. ويعكف أحد الأجهزة الأمنية الآن على إعداد ملفات الاتهام للمتورطين اللي هم سياسيين وصحفيين ورجال أعمال حسب الأهرام شاركوا في المخطط. الكلام ده صح ولا لا؟ والنبي حد يرد علينا على إنما احنا ما عارفين إذا كنا صح ولا لا. الأستاذ عبد الناصر سلامة بيقول الكلام ده صحيح. طب وبعدين منشط رئيسي للأهرام شارك فيه السفيرة الأمريكية لزعزعة الاستقرار وتقسيم البلاد وإنه إعلان محافظة في المنيا. طب وبعدين عايز ابو خطوه؟ حد بيكلمنا يا شباب؟ احنا هنختم
اظن لو قلت احنا هنختم اقول لك اوب، ده حد من السفاره الامريكيه قال لي جابر اختم. ده حد من السفاره الامريكيه، عمرو ابو خطوه من السفاره الامريكيه قال لي احنا خلصنا رسم. ماشي. طب ابو خطوه ما هستسمعك بس اكمل الخبر. حاضر. وتعكف احد الاجهزه الامنيه، يعكف الان احد الاجهزه الامنيه على اعداد ملفات الاتهام للمتورطين في المخطط الجديد قبل ارسالها الى النائب العام لبدء التحقيقات فورا، وهي الملفات التي تتضمن صور وتسجيلات ووثائق على قدر كبير من الاهميه، تشمل اسماء هاربين من العداله تتم ملاحقتهم حاليا بالتوازي مع الضربات الامنيه لبؤر الارهاب في سيناء وغيرها من بعض المناطق. علم الاهرام تاني ان السياسيين والحزبيين المتورطين في المخطط الجديد هم من المتورطين في علاقات اجنبيه مشبوهه ومع منظمات التمويل الأجنبي التي صدرت بشأنها أحكام قضائية في الفترة الأخيرة، بينما هناك عدد من رجال أعمال ينتمون إلى تيارات إسلامية مختلفة. آخر فقرة في الخبر. وتعد تلك مؤامرة لزعزعة الاستقرار، وتلك هي الحلقة الأخيرة من مخطط تقسيم مصر، والذي بدأ في 3 يوليو الماضي بعد عزل الرئيس السابق اللي هو محمد مرسي واستهداف إحداث الفوضى في أنحاء البلاد، ثم محاولة عزل الصعيد، ثم مخطط إحداث البلبلة المشار إليه. إذن الناس لما كانت بتتكلم في المنيا عن إنه في يعني شكل جديد من أشكال محاولة اقتحام مديرية أمن المنيا، محافظة المنيا، أنا مش بأكد على الكلام بس بقول لحضراتكم إن كانت شكوى أهل المنيا ما كانتش من فراغ، لا كان في برضه أزمة بس ما حدش كان بيسمع، وإحنا إعلام طناش، برضه ما كناش بنستسمع. أمريكا والسفيرة الأمريكية، والحمد لله إن إحنا عرفنا، ونفضل نقول هو الجيش بيعمل ايه؟ طب لو صح هذا الكلام والجيش هو اللي كشف المؤامره دي، اصل خلي بالكم الكلام برضو المصدر مش موجود، بس فيه دلائل انه في مشكله، انك انت اما تذكر اسم سفيره اكبر دوله في العالم انها بترعى مخطط لتخريب البلد وتدمير البلد، يبقى ايه الحل؟ وتقسيم البلد، يبقى ايه الحل؟ لا وايه؟ هيخش الناس في محافظة المنيا من هنا يستولوا عليها، وبعدين مديرية أمن المنيا يستولوا عليها، وبعدين تطلع أمريكا الناس اللي سيطروا يقولوا لك إيه؟ إعلان حكومة جديدة في مصر. تطلع أمريكا حسب الخبر، يعني أنا مش مستوعبها بس أهو مكتوب، وحسب الخبر رابعة العدوية اتنقلت للمنيا، على طول رابعة العدوية اتنقلت المنيا، وكريم بكر بيعيط بره. شوف حضراتكم